لو كانت تربية الأبناء في وجود والدين صعبة ومتعبة، ماذا عن تربية الأبناء في ظل غياب أحد أطراف العلاقة؟ موضوعنا النهاردة عن غياب الآباء والأمهات، أو ما يطلق عليه السنجل بيرنتنج، مع دكتور هبة صبري، لايف كوتش من الاي سي اف في علم النفس الإيجابي وممارس العلاج المعرفي السلوكي. أهلا بيك يا دكتور هبة. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف يعني إيه سنجل بيرنتنج، أو يعني إيه أب غائب أو أم غائبة. مفهوم السنجل بيرنتنج بيطلق على أحد أطراف العلاقة، سواء الأم أو الأب، اللي هم بيتولوا تربية طفل بمفردهم. يعني ده اللي بيطلق عليه في الفيسبوك او السوشيال ميديا بشكل عام سنجل مام سنجل داد وما الى ذلك، مظبوط كده؟ مظبوط، بس حابين إن احنا يعني نوضح أكتر إن مش شرط بس إن مثلا الأب أو الأم توفوا، إن يكون في أرملة أو أرمل، أو إن يبقى حصل طلاق. لا، احنا للأسف دلوقتي في حالات كتير جدا في المجتمع هم سنجل للأسف، وهم في علاقات زوجية. مم. يعني بنلاقي الأب هو بس اللي متحمل مسؤولية الأطفال وتربيتهم، أو على صعيد آخر الأم فقط وفي مم. وجود الشريك الآخر. ولكن خلينا نفرق ما بين الدور والوظيفة مم. أو اللقب. يعني هو واخد اللقب إن هو أب، أو هي واخدة اللقب إنها أم، ولكن الدور بتاع مم. اللقب أو دور الشيء القايم جدا ده كدور الأم أو الأب هو ما بيتعملش من طرفهم، مم. فبالتالي العبء كله بيقع على الطرف الآخر. يعني نقدر نقول ان طرف واحد من العلاقة بيبقى شايل دور التربية ودور الأمومة والأبوة كمان داخل العلاقة، حتى على الرغم من وجود شريك آخر. بالظبط، يعني ممكن يكون الأب مسافر، مم. وفي بعض حالات بتبقى الأم مسافرة للعمل. مم. ممكن يكون أحدهما توفاه الله. مم. ممكن يكونوا انفصلوا. فالأسباب عديدة، ولكن احنا بنتكلم على المعنى. مم. ما معنى كلمة إن أنا أب أو أم بشكل فردي بربي طفل بمفردي؟ عظيم جدًا. طيب بعض الأشخاص ممكن يتعرّضوا بشكل مفاجئ إن هو يبقى أب لوحده وبقى مسؤول عن تربية الأولاد والأبناء بشكل عام، في ظِل مثلًا وفاة زوجة أو مرض زوجة، وكذلك نفس الموضوع مع الأم، ممكن نتيجة طلاق، ممكن نتيجة حادث لا قدّر الله. يعني إزاي الناس دول يتعاملوا مع الضغط بتاع الsingle parenting؟ احنا ما نقدرش ننكر بأي حال من الأحوال إن هو ضغط، وإن هو وضع مش سهل. وكأني بقول هو في دور مفروض 2 يشيلوه، فأنا وليت شخص واحد إن هو يتحمل المسؤولية دي. فهي المسؤولية مش سهلة بالمرة، إمم. محتاجة تحضيرات كتير، محتاجة تقبل الأمر رقم واحد، محتاجة إن أنا أبص إيه الحاجات اللي في إيدي اللي أنا أقدر أبدأ بيها الحياة عشان الحياة تبقى أسهل شوية. يعني لو أنا شخص بلا عمل، لو أنا امرأة بلا عمل وسنجل مام وتعرضت لأي ظرف من الظروف السابقة اللي احنا حكينا فيها، فأنا محتاجة إن أنا أول حاجة يكون عندي مصدر رزق. أول إمم. حاجة أشوف أنا بقدر أعمل إيه وأبدأ بيه إمم. علشان يكون ليا ولأولادي مصدر رزق. إمم. الحاجة التانية محتاجة إن أنا أشوف أنا المكان اللي هسكن فيه أنا وأولادي، إمم. هل هو هيبقى مع العائلة بتاعتي ولا هكون بمفردي؟ أولادي سنهم إيه يسمحوا إن هم يقعدوا لوحدهم، ولا هقعدهم مع مين، ومين الشخص اللي هو هيتولاهم لعدد من الساعات اليوم؟ أنا نفسي هاشتغل على نفسي إزاي علشان أنا سوق المراية بتاعة أولادي. إمم. أولادي لو هم شايفيني مستنزفة، لو شايفيني ما عنديش طاقة، لو شايفيني مكتئبة، فهم بنسبة عالية جدا سيصابوا بالاكتئاب أيضا. إمم. لأن أنا مرايتهم في الأول والآخر، وأنا مصدر حمايتهم في الحياة. طيب في الحالة دي ممكن نعرف بس من حضرتك يعني إيه المعاناة اللي الأم أو الأب ممكن يمُر بيها في خلال الفترة دي؟ أكيد في جوانب عديدة من الضغوط بيمر بيها الأم أو الأب. أول شيء استئناف الحياة مرة أخرى، إمم. إن أنا أرتبط بحد تاني أو استأنف حياتي كزوجة أو كزوج. ده بيمر بتحديات كتير، لأن طبعا أنا عندي أطفال،
ممكن يشعروا بالغيرة، ممكن يشعروا إن أنا هابدأ أتركهم عشان شخص آخر على قدر تفكيرهم في التوقيت ده. أنا نفسي هابقى بافكّر أكتر من مرّة، هل الشخص ده هيبقى مناسب ليهم؟ هل هيقدّم إمم. لهم الرعاية اللي أنا باتمناها؟ ففكرة إن أنا أستأنف حياة مرّة أخرى دي تحدي كبير. النقطة التانية فكرة الماليات وتحديات المال، لإن أنا وكإني اقتسمت المال لنُص. أنا دلوقتي شخص واحد وفقدت الpartner بتاعي بأي شكلٍ ما أو إمم. بأي سبب من الأسباب، فبالتالي أنا تحمّلت المسؤولية كاملةً، مسؤولية الحياة كاملةً. ده إمم. ممكن هم يتضرّوا بشكلٍ أو بآخر، ممكن يتضرّوا إن أنا ما ابقاش عارفة آخُد بالي بشكل جيد من صحتهم أو متابعتها، ممكن أبقى مش قادرة إن أنا أوفّي الاحتياجات بشكل كامل، ممكن أنا مش قادرة إن أنا أوفّر لهم بيت إن إحنا نعيش بشكل منفصل، فدايمًا أنا يعني عندي اعتمادية بشكلٍ ما على أهلي إن أنا عايشة معاهم أو على أهل الزوج يعني حسب الوضع اللي إحنا فيه. فكرة المسؤوليات العديدة، لإن أنا طبعًا أنا دلوقتي بقيت أم وأب، أنا إمم. بقيت برّه باشتغل، باقوم بدور الأب على سبيل المثال لو هي single mom، وفي نفس الوقت بارجع البيت باقوم بدور الأم، فده بيأثّر على الquality time أو الوقت اللي أنا باقضّيه مع أولادي، فالنتيجة إن أنا بابقى مُنهكة نفسيًا، جسديًا، شاعرة بضغوط. لو أنا يعني ما وعيتش أو ما ركّزتش لنفسي إن أنا أشتغل على نفسي في الحتّة دي، فالموضوع بيبقى سيء جدًا يعني. إمم. عظيم. يعني نقدر نقول إن غياب أحد الوالدين هو بيخلّيك في دور كده أنت هتقوم بكل شيء لوحدك، ومُطالب كمان إنّك تستثمر كل مجهودك وكل وقتك وكل فلوسك في تربية الأطفال، لمجرد إن ده يعني ظرف جالك بشكلٍ ما أو بآخر. طيب إزاي أقدر أتعامل بقى مع ده؟ إزاي أقدر أتعامل مع التحديات والضغوط؟ أتعامل إن أنا أبقى قادرة أشوف الصورة كاملة، يعني زي ما إحنا حكينا إن في drawbacks أو في مشاكل نتجت عن فكرة إن أنا single، هي برضه في positives لازم أبقى أنا شايفاها. إمم. ما هو يعني خلّيني أقول إن الحياة كلّها علّمتني إن لمّا شيء يُنتقص من حاجة، في إضافة بتحصل في حتّة تانية، فأنا محتاجة عينيّا تلقط الإضافة اللي حصلت. الإضافة كالآتي: إن أنا بيني وبين ابني أو بيني وبين أولادي حصل bond أو رابطة أو علاقة من النوع المتين أوي، لإن أنا وهُم في السراء والضراء مع بعض، في كل التحديات ماشيين إيدينا في إيدين بعض وخطوة بخطوة. الأبناء دول بيبقوا أبناء أكثر مسؤولية من غيرهم، إمم. لإن هُم خدوا دور في الحياة بدري. أوكي. الأم الواعية أو الأب الواعي علشان ما يحسّسش الولاد دول إن هُم منهكين أو إن هُم بيعملوا أدوار مش دورهم أو مش في وقتهم، إن أنا دايمًا لازم محتاجة أشيد إن أنا أمدحهم على اللي هُم بيعملوه بشكل دائم، إن أنا أشاور قد إيه هُم بيساعدوني وإن هُم متحمّلين المسؤولية. ممكن لمّا آجي أطلب منهم حاجة أبقى باطلبها بشكل محدد، يعني ما أقولش مثلًا إيه أنا عايزاك تضبّط لي البيت، لأ أنا محتاج إن أنت تروّق لي أوضة السفرة على سبيل المثال، إمم. لإن لازم أراعي برضه فكرة الlevel age أو السِن اللي هُم فيه، علشان ما أثقلش عليهم بالمسؤوليات. من ضمن برضه الإيجابيات في النقطة دي، إن الولاد المتربيين مع single mom أو single dad بيبقى عندهم الsense بتاع الgratitude أو خلّينا نقول امتنان. الامتنان عالي جدًا، إمم. عالي جدًا، لإن هُم مش حاسين إن الحياة سهلة، ومش حاسين إن كل حاجة ممكن تتوفر بسهولة. إمم. فهُم بيبقوا عندهم فكرة القيمة للشيء عالية أوي، لإن هُم متعلمين يعني إيه أولويات، يعني إمتى الحاجة دي ممكن إن أنا أأجلها، إيه الحاجة دي لأ ضرورية علشان دراستنا مثلًا، فأنا هادّيها أولوية أكتر، فهُم فاهمين كويس أوي فكرة إمم. الامتنان وفكرة الأولويات في الحياة. طيب في حالة إن الsingle mom أو single dad عنده أطفال لسه يعني صغار في السِن، لسه ما عندهمش الوعي والإدراك الكافي، فإزاي يقدر يتعامل مع ده، سواء كأب أو كأم؟ ما انكرش الاحتياجات بتاعتهم، يعني لو هو خلينا ندّي مثال مثلًا طفل والأب غايب، هو الطفل ده باحتياج للأب، إمم. وباحتياج للمشاعر تجاه الأب.
فأنا أبقى مقدّرة ده، وأوفّر في البيئة المحيطة بيّا الشخص اللي ممكن يحل محل الدور ده. زي ما إحنا اتفقنا إن الموضوع مش لقب أكتر ما هو دور ووظيفة بتؤدّى. إمم. فأنا ممكن أنا أوفّر الmodel ده من خلال الجِد، من خلال الخال، أوفّر الmodel ده. مع كل لمّا ينضج الطفل اللي قدّامي وسِنّه يكبر، كل ما أنا باقدّم له معلومة تناسب السِن بتاعه، وكل ما أنا باحكي معاه على الواقع، على قدره. إمم. يعني مهمة جدًا، يعني عايزين نحط 1000 خط على فكرة قدره، إن إمم. أنا ما احوّلش الطفل إلى بالغ مُرهق معايا من اللي أنا باحكي معاه فيه، ومن أنا اللي باسقله على كاهله، لإن هو ما زال طفل ما لوش أي ذنب في أي وضع كان. إمم. بس أنا على قدر السِن، على قدر إن أنا بافهِّم ابني أو بنتي الواقع اللي أنا عايشة فيه، عشان يبقى مشاركني بس مع مراعاة طفولته. وفي النهاية بنشكر حضرتك جدًا يا دكتور هبة على البودكاست الرائع ده، وأتمنى نشوفِك إن شاء الله في البودكاست اللي جاي، وما تنسوش تشاركونا بآرائكم في الcomment تحت. نشوفكم المرة الجاية على خير مع بودكاست إدارة النفس. شكرًا لحضرتك.